أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ طالب العلم إذا يريد أن يوفقه الله لا بد أن يراعي بعض الأمور. من جملة تلك الأمور الدعاء والتوسل. دائما طالب العلم لازم أن يذكر الله دائما، وأن يطلب منه، وأن يجعل رسول الأعظم والصديق الشهيدة والأئمة عليهم السلام واسطة لنيل طلبه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي له الفداء يقول في ذيل هذه الآية، يقول: وابتغوا إليه الوسيلة، أنا وسيلته. يعني أنا الذي الله سبحانه وتعالى قصدني وابتغوا إليه الوسيلة. طبعا أهل البيت نور واحد، هم أهل البيت هم الوسيلة. هذا شيء وجداني، شيء عقلي. الله سبحانه وتعالى فاتح الأبواب للذين ضحوا بأنفسهم إلى نصرة الدين، وجعلهم تحت عنايته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عناية أكو لأهل البيت، أكو توجه لأهل البيت من طرف الله سبحانه وتعالى، حتى يعرفهم هم قدوة، هم المثل. وابتغوا إليه الوسيلة. أمير المؤمنين يقول: أنا وسيلته. قالت الصديقة الشهيدة سلام الله عليها فاطمة الزهراء: أحمد الله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السماوات والأرض إليه الوسيلة، ونحن وسيلته في خلقه. احمدوا الله. الله سبحانه وتعالى عظيم، من في السماوات والأرض يبحث من هو أقرب لله سبحانه وتعالى حتى يجعله وسيلة. الصديقة الشهيدة تقول: نحن أهل البيت، نحن الوسيلة. من خلقه انتخبنا أن نكون وسيلة للناس، للبشر، للمؤمنين، للمسلمين. نأخذ بيدهم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه القدرة. يا فاطمة امتحنك الله قبل أن يخلقك. في عالم الذر الله سبحانه وتعالى امتحن صديق الشهيدة، ولذا أعطاها هذا المقام العظيم. هي وسيلة. لا بد لكل طالب أن يتوجه إلى الدعاء والتوسل، لأن الشيطان لأغوينهم أجمعين. محاصر الإنسان، يريد يجر الإنسان إلى لذات الدنيا، إلى الحرام، إلى المعصية. ونعوذ بالله من هذا الموقف، من هذه اللحظة. الشيطان قوي، الشيطان حلف أن يغوي كل شخص إلا عبادك منهم المخلصين. مخلصين أهل البيت، بقية الناس يشتبهون، يخطئون،
لا سمح الله يعصون. ما يقدر أحد يدعي أنه أنا ما أعصي، ولكن بعض الأوقات الإنسان على كل مو متوجه، ولا بد بسرعة أن يتوسل، أن يدعو الله ويجعل وسيلة في دعائه لقبول طلبه. إمام الهادي يقول: وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم. أهل البيت شوفوا مقامهم إيش قد عالي. إمام الهادي يقول: الشخص الذي يتمسك بأهل البيت ويتوجه لأهل البيت يصبح إنسانا مؤمنا متدينا، إنسانا نزيها، لأن من التجأ إلى أهل البيت روحي لهم الفداء أمن. إذا صدق أهل البيت يصل إلى مقصده بالسلامة. من تمسك بأهل البيت يصل إلى الجنة. الدعاء مفتاح الفرج. الدعاء وسيلة للخلاص من الذنوب، التوسل وسيلة للخلاص من الذنوب. إمام السجاد في مناجاة المتوسلين يقول: إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك، ولا لي ذريعة إليك إلا عواطف رحمتك، وشفاعة نبيك نبي الرحمة. إمام السجاد يقول: يا إلهي أنا ما عندي شيء من الوسيلة إلا أنت. عندك أنت رأفة، محبة، مودة. ما عندي شيء حتى أجيب بابك تستجيب دعائي، إلا أنه عندك رحمة، رأفة، وشفاعة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو قدوة لنجاة البشرية. يا الله أنا أتوسل بك، أتوسل بنبيك لأن تغفرني وترحمني. وهذا يسبب بأن الأمر يرضيك بواسطة هذه التوسل والتوجه بك وبنبيك صلوات الله عليه. نحن حبل الله الذي قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف، اعرف إلمن تتوسل، إلمن تتوجه. اعرف من هذا الحديث، حديث إمام الصادق: اعتصموا بحبل الله. نحن حبل الله، نحن أهل البيت. تردون توصلون إلى مرتبة عالية، تردون الله سبحانه وتعالى يتوجه إليكم، خلونا نحن واسطة إليكم. طالب العلم يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى التوسل. شوف آدم يتوسل بأهل البيت، فرض من الله سبحانه وتعالى، أنوارهم على العرش،
جبرائيل قال لآدم: يا آدم، لماذا لم تتوسل بهذه الأنوار التي تبرز من عرش الله سبحانه وتعالى؟ قال: من هم؟ عرفه جبرائيل، ولذا قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. يعلمون أهل البيت كيف نتوسل، كيف نتوجه. طالب العلم تريد توصل إلى مرتبة عالية، تريد أنفاسك تكون رحمانية تؤثر بالناس، استغفر دائما، توب دائما، توجه إلى الدعاء والتوسل دائما، لا ينقطع عنك. الانقطاع يسبب حضور الشيطان، والدعاء يسبب بعد الشيطان. الشيطان حاضر في كل مكان، ربما صديقك شيطان يغويك، يرشدك إلى الضلال. شياطين في لباس الإنسان، في قالب الإنسان، ربما هكذا يصير. ولذا انتبه، توجه، لا تعطي فرصة للشيطان. وإذا تريد تبعد الشيطان، الدعاء والتوسل. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. شوف رسول الأعظم بهذه العظمة. أم سلمة تقول: كان يخرج من البيت ويقول: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. شنو المراد من هذا الفعل؟ تعليم للمؤمنين، خصوصا طالب العلم الذي يريد يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.